السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك ساهل بسيط كريمي معلك تخدمي به في راس العام. كيجي بنين، مكونات ديالو بسيطه. نتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. اللي جرباتو تخلي لي في التعليقات كيفاش جاها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم. بقاو معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فعلى بركه الله غادي نحتاجو مكونات بسيطه. عندي 2 ديال البيضات، كيس ديال خميرات الحلويات ما يعادل 7 او 8 غرام، كيس ديال سكر فانيلا، 5 د المعالق د الحليب، 5 د المعالق د الزيت و5 د المعالق ديال السكر سنيده. هنايا غادي نجيب الاناء، غادي نوضع فيه 2 ديال البيضات بحجم متوسط وبحراره الغرفه. غادي نضيف 5 د المعالق كبارين ديال السكر سنيده، كيس ديال سكر فانيلا، ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوها. ممكن ايضا تصوبوا معلقه كبيره ديال صوص كراميلي الا كانت كتوفر عندكم يكون حسن. غادي نخلط البيض مع السكر سنيده مزيان تيرجع لي خليط متجانس. وانا هنايا كما لاحظتوا معايا كنخدم بالخلاط اليدوي، ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي او لا كاس الخلاط، الاختيار كيبقى لكم. صافي هنايا كنطرب البيض مع السكر سنيده مزيان. وفي هذه الاثناء راني راده الفران كيسخن على 180 درجه. ضفت هنايا 5 ديال المعالق كبارين ديال زيت المائده او الزيت الروميه، 5 ديال المعالق كبارين ديال الحليب. وهنايا جبت باش غادي نغربل، ضروري اي حاجه ناشفه كنغربلوها. غربلت كيس ديال خميرات الحلويات ما يعادل 7 او 8 غرام، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نضيف 5 ديال المعالق كبارين ديال الطحين. بالنسبه للعبار بكاس الشاي المغربي اولا كاس العنبه كيجيكم تقريبا نص كاس وشويه. انا هنايا في الكاس راني عبرت 5 ديال المعالق كبارين ديال الدقيق، كيجيب تقريبا كاس ديال العنبه. صافي كنخلط مزيان حتى كيبدا يرجع لي خليط متجانس وكيبداو يتشكلوا لي فيه فقاعات، باش هكا كتاكدوا ان الخليط ديال الكيك ديالكم واجد. هنايا جبت المول دهنته بالزبده، رشيته بالدقيق، وغادي نوضع الخليط ديال الكيك. كما لاحظتوا معايا راه كيكون خفيف. كنوزعو مزيان. بالنسبه للقطر ديال المول فهو 26 سنتيمتر. هنايا رديته طاب غير من التحت حتى كيطيب لي على خاطرو. تقريبا خدا لي واحد 20 دقيقه. كنخليه حتى كيبرد مزيان، وغادي نجيب الكريمه ديالي اللي درت فيها كاس ديال الحليب مع علبه ديال لاموس شوكولا. صافي وكنحاول انني نوزع داك لاموس من فوق الكيك. بالنسبه للكيك اما سقيوه بالحليب اولا بالحليب والشكلاط، الاختيار كيبقى لكم. بطبيعه الحال كنسقيو الكيكه وهي مازال سخونه. انا هنايا سقيتها غير بواحد 4 كاس ديال الحليب حيت كتجينا خفيفه، يعني حتى الا ما بغيتيوش تسقيوها ما تسقيوهاش. صافي كنوزعوا هكا الكريمه فوق الوجه ديال الكيك حتى كنحسوا بالطبقه ديالنا كتجي متماسكه وكتجي هكا ليس، يعني ما تكونش كاع يعني بلاصه عاليه وبلاصه حانيه. كنحاولوا اننا نقدوها مزيان. دخلتها للثلاجه بردات المده ديال ساعه على الاقل. وهنايا جبت كلاصاج اولا الكاناج ديال الشكلاط اللي دوبت شويه ديال الكريمه السائله، تقريبا واحد 4 كاس، وزدت معاها واحد 150 غرام ديال الشكلاط الكحل، وخليتهم تدابوا مزيان، وضفت معاهم معلقه ديال الزبده. بالنسبه الا بغيتيو كاناج اولا كلاصاج اقتصادي فغادي ديروا نص كاس د الكاكاو، نص كاس د الزيت، نص كاس د السكر سنيده، وغادي تميكسيوهم مزيان حتى كيرجعوا خليط متجانس، وديروهم من الفوق لا ميم شوز. صافي هنايا كنوزعو مزيان هكا فوق الوجه ديال الكيك. وكما كتلاحظوا معايا بداك المعلقه ديال الزبده اللي ضفنا له فكيجي كيلمع. صافي غادي نخليها هكا فوق سطح العمل. كما كتعرفوا دابا الجو بارد، حتى كتشد لي راسها مزيان. وكندوز باش نقطعها، كنحيدها من الاطار وكندوز نقطعها هكا دي مورسو. نتوما
خليوها هكاكا ولا قطعوها، الاختيار كيبقى ليكم. صافي هكا قطعت مستطيلات على القياس ديال الكرتونات اللي عندي. وانتم كتقطعوا وانتم كتمسحوا السكين باش ما يضيع لكم الشكل ديال الكيك ديالكم. صافي هنايا قطعتها بالطول، ومن بعد قطعتها هكا على جوج. غادي نجيب الكريمه اللي تبقات لي غادي نديرها في واحد البوش، وغادي نبدا نزين. هنايا داك الطريفات اللي جاوني هكا مايلين اولا ضيع الشكل ديالهم، فغادي نخليهم على جنب بوحدهم، وغادي نشد هذوك الوسط اللي جاوني هذوك هما اللي غادي نزين. فبطبيعه الحال كناكلو كلشي، فقط غير باش نوري لكم الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. كنحيدو داك الحاشيات حيت كيجي المنظر ديالهم ما كيجيش متناسق مع الحجم ديال داك الكرتونات فاش كنوضعوها كملفاي اولا داك مسكوته الطويله. شوفوا معايا كيفاش كيجيو مقادين، الشكل ديالهم مستطيل وكيجيو بنان. اهم حاجه بنانين، يعني من هذا النهار ما تعاوديش تشريهم من الباتيسري، حيت ممكن توجديهم غير في الدار ديالك بمكونات سهله وبسيطه، واهم حاجه لذيذه. صافي هنا كنستف الكميه اللي عندي هكا كامله في طبق التقديم. كنجيب هنايا الكريمه اللي تبقات لي كنديرها في البوش، وغادي نصوب هكا واحد لوريدات في الجنيبات ديال الكيك. دائما التزيين كيبقى اختياري نتوما والرغبه ديالكم. ممكن ديروا هكا فوق داك فوق هكا داك الكريمه الكرات ديال الشكلاط اولا اي حاجه كتوفر عندكم. من بعد غادي نجيب واحد شويه ديال الكلاصاج ديال الشكلاط نيت اللي درنا من فوق الكيكه، خليته حتى يعني عاود سخنته واحد شويه، درته في البوش، وغادي ندير هكا خطوط عشوائيه من الفوق. يعني التزيين جد بسيط، زينت نيت بالمكونات اللي درنا في وسط الكيك، ما احتاجيت مكونات واحده اخرين. والكيكه ديالكم كتجي رطبه وطريه وكتذوب في الفم، والكريمه كتجي بنينه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاموس ديال الشكلاط، فعوضوها الكريمه السائله اولا الكريمه ديال الخفق، وديروا معاها الكاكاو المر وشويه ديال السكر سنيده. انايا بالنسبه للاموس فما كنزيد معها حتى شي حاجه، كندير علبه ديال لاموس مع كاس ديال الحليب اولا كاس الا ربع ديال الحليب باش كتجيكم عاقده مزيان. صافي هنايا من بعد ما ساليت كيكون هذا هو الشكل النهائي كما لاحظتيو معايا ديال الكيك. نتمنى فعلا انكم تجربوا حيت كيستحق التجربه، واللي جربته تخلي لي في التعليقات كيفاش جاها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تصلوا بجديد الوصفات، ايضا ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم. خليتكم على خير، والى وصفه اخرى ان شاء الله.